السلام عليكم ومرحبا بكم في أول جزء من سلسلة أغرب المواقف. وموضوع الحلقة هو أغرب موقف وقع لكم مع الضياف. بصراحة جاوني بزاف ديال الرسائل، ولكن الرسالة اللي فازت مولاتها كانت كتقول: عمتي كانت ساكنة تحت منا، وواحد النهار جاو عندها الضياف من العائلة. في الأول قالت عادي مرحبا بهم، ولكن المشكل هما أنهم طولوا بزاف ما بقاوش باغيين يمشيو. عمي كان كيشوف الوضع كامل وما قدرش يبقى ساكت، خصوصا ان الضياف ولاو مرتاحين اكثر من القياس وبحال اللي ساكنين في دارهم. قال لعمتي: اختي قولي ليهم نيشان يمشيو، ما تحشميش منهم، راه خاص يرجعوا لبلادهم. ولكن عمتي كانت حشمانه تقول لهم مباشره سيروا في حالكم. كتحاول غير بالتلميحات، مره تقول لهم واش ما توحشتوش داركم، مره تقول لهم فوقاش غادي نخرجوا، فوقاش ترجعوا تشوفوا البلاد. ولكن هما والو ما مسوقين لا التلميحات ولا الوالو، بقاو جالسين بحال عمرهم ما سمعوا شي حاجه. عمي عاود قال ليها: وقولي ليهم نيشان، راه ما فيها حتى شي حاجه عيب. في الاخر عمتي قالت لي: صافي كون هنا اخويا خليها ليا. ولكن بلاص ما تقول لهم سيروا في حالكم، قررت ان دير لهم واحد الخطه ما غاديش ينساوها طول حياتهم. قولوا لي بعدا، واش عندكم شي ضياف بحال هكا كيجيو يجلسوا وينساو راسهم؟ خليو لي الاجوبه في التعليقات. المهم نكملوا قصتنا. كانوا الضياف ناعسين، وعمتي تسنات حتى داتهم عينهم مزيان، ومن بعد مشات جمعت لهم كاع الحوايج وحطاتهم لهم حدا الباب. والمشكله ما وقفاتش هنايا، حتى هي جمعت حوايجها وحوايج ولادها باش تبين ليهم انها فعلا غاديه تمشي للبلاد. ومن بعد فيقاتهم وقالت لهم بكل ثقه في النفس: نوضوا راه حنا غنمشيو للبلاد. الناس فاقوا ما فاهمين والو، وباقين دايخين بالناس وكيشوفوا في حوايجهم مجموعين حدا الباب. والاغرب من هادشي كامل انهم ناعسين بالبيجامات، يعني ما عندهم حتى شي حاجه باش يبدلوا. هزوا حوايجهم وبدلوهم حدا الباب ومن تما خرجوا. واللي زاد ضحك اكثر ان عمتي ما خلاتهمش يمشيو بعيد، صيفطوا غير عند عمي لتحت. يعني باختصار عمتي ما بغاش تجرحهم اكثر، ولكن في الاخير وصلت لهم الرساله بطريقه ما يمكنش ما يفهموهاش. ومن داك النهار ولا عندنا واحد القانون في الدار: الا الضيف ما فهمش التلميحات جمع ليه حوايجه. ومن هنا ما تنساوش تخليو التجربه ديالكم في التعليق، حيت يقدر التعليق ديالك هو الفائز. وما تنساوش تخليو لايك وشي كومونتير زوين. وتحياتي، تلاقاو في حلقه جايه ان شاء الله.